السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد صابر ارتست، وهنستكمل مع بعض دلوقتي الدرس رقم 15 من كورس الاساسيات. وكنا خلصنا المرة اللي فاتت قائمة edit، وهنخش دلوقتي على قائمة image. عندنا اول حاجة في الايمج المود، طبعا كنا خدناه في اول درس وكنا عرفنا مود جراي سكيل والار جي بي والسي ام واي كي. عندنا حاجة تحت كده اسمها الكالر تيبل، دي مش ظاهرة، لازم عشان استخدمها او تظهر لي افعل نظام الاندكس كالر. تمام. طيب انا هختار صورة تانية عشان اوضح عليها المثال ده. لو عندنا صورة زي كده واخترنا مود الاندكس كولر، طبعا انا بقدر اختار هنا عدد الالوان اللي تبقى موجودة في الصورة، ممكن ازودها وممكن اقللها، وبدوس اوكي. تمام. لو جيت عند المود هتلاقي الكولر تيبل ظهرت لك هنا، هتدوس عليها كده ممكن تغير اي لون موجود قدامك في اللاير اللي انت مختاره. هنيجي هنا مثلا عايزين نغير اللون الاحمر ده، هندوس كده خليه مثلا ازرق. تمام. ممكن نيجي عند اللون الابيض ده ونحوله الاحمر. تمام. نرجع عندنا بعد كده الادجستمنتس. اول حاجه فيها عندنا البرايتنس والكونتراست. طبعا من خلال البرايتنس والكونتراست تقدر تزود الاضاءه، درجه الاضاءه من البرايتنس. تمام. وتقدر تقلل درجه الاضاءه برضو، بتروح بالمؤشر يمين وشمال، يمين بيزود الاضاءه وشمال بيقلل الاضاءه. طيب اللي بعدها دي الكونتراست، اللي هي التباين او الوضوح، يعني بيزود لك وضوح الصوره. تخلص وتدوس اوكي. نرجع كنترول زد ونيجي نروح لقائمه ايمج تاني. عندنا بعد كده الليفلز والكيرفز. طبعا دي قبل ما نشرحهم لازم نشرح حاجه اسمها الهيستوجرام. موجود فين الهيستوجرام وايه علاقته بالليفلز والكيرفز؟ طبعا هنتكلم عن الكلام ده كله دلوقتي. اول حاجه موجوده عندك هنا في قائمه ويندو هيستوجرام. تمام. لو فتحت هتلاقيه كده. تمام. بس احنا قبل ما نشرحه من هنا عشان تبقى فاهمه، هنشرحه على تصميم انا مصممه، هتفهم من خلاله ايه هو فكره الهيستوجرام. طبعا في الاول احب اعرفكم ان الهيستوجرام ده حاجه مهمه جدا للمصورين، لانها بتبين لهم الابعاد الحقيقيه للصوره، وبيعرفك كمان نسب الالوان الموجوده في الصوره، يعني مثلا البلاك نسبته قد ايه، اللون السيان نسبته قد ايه، وهكذا. طيب هو عباره عن رسم بياني، طبعا بيعرفك نسبه كل لون موجود عندك. لو عندك مثلا نسبه البلاك عالي او نسبة اللون الاسود موجود بشكل كبير في الصورة، هتلاقي ان الكيرف بقى ناحية الشمال عالي، وده بيبين لك ان اللون الاسود طاغي قوي على الصورة. تمام. وبالمثل لو عندك اللون الابيض بنسبة عالية في التصميم بتاعك او في الصورة اللي انت شغال عليها، هتلاقي الكيرف من ناحية اليمين عالي، لان اللون الابيض هو اللي طاغي فيه. طيب خلينا نتعرف بقى على الهيستوجرام بشكل صورة الاول، بعد كده نشوف الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده. هو ده الهيستوجرام بيبقى متقسم 3 مناطق. اول منطقه اللي على اليمين دي اللي هي منطقه الاضاءه، اللي هي الهايلايت، وبتبقى اللون الابيض. وعندنا المنطقه اللي على الشمال دي اللي هي بتبقى الشادو، اللي هي بتبقى فيها اللون الاسود. والمنطقه اللي هي الميد تونز، المنطقه منطقه الدرجات المتوسطه، تمام، بتبقى اللون الجراي. طيب لو جينا فتحنا صوره من نوعيه الهاي كي، صورة اللون الابيض فيها طاغي عليها، وجينا بصينا هنا في الهيستوجرام، طبعا عندنا هنا دي الاوضاع اللي بشوف عليها الهيستوجرام بتاعي. الوضع اللي انا واقف عليه ده اسمه كومباكت فيو. انا هختار الاكسباندد فيو، هيكون اوسع كده وفي اختيارات اكتر. ممكن اختار لون للتشانل، يعني انا مثلا هخليه مثلا ار جي بي. تمام. هتلاقي ان هنا على اليمين الكيرفز رايحه كلها ناحيه اليمين في الهيستوجرام ده، عشان اللون اللي انا اللي موجود قدامي في الصوره ده هو اللون الابيض، واللون اللي طاغي فيه هو اللون الابيض. طيب لو جيت فتحت نوعيه من نوعيه اللو كي، زي الصور الغامقه دي اللي بيبقى فيها اغلبها اسود، هتلاقي ان في الهيستوجرام بتاعي مايل كله ناحيه الشمال. طيب لو جينا نفتح هنا الليفلز،
الليفلز بقى بتعمل لي ايه؟ زي ما شرحنا كده بالظبط، الهيستوجرام هو نفس الهيستوجرام موجود قدامك هنا. بس كمان انت تقدر تتحكم في درجة الإضاءة ودرجة الظلام، وتقدر تتحكم في الدرجة المتوسطة. تمام، يعني لو جيت مثلا من هنا من عند التغميق، وجيت تمشي ناحية اليمين، هتلاقي انه بيروح للأغمق. تمام، وساحب معاه الميد تونز. تمام، وممكن هنا تسحب بس الميد تونز وتروح ناحية اليمين، هيخفي لك كل الأماكن اللي موجودة وفيها أبيض. تمام، بيوسع انتشار اللون الأسود. والوضع اللي احنا شغالين عليه ده اللي هو الوضع الكاستم. نقدر نختار حاجة من اللي مديها لنا الفوتوشوب، مثلا الداركر يغمق لك، الانكريز كونتراست يعمل لك تباين، طبعا اكتر من درجة تباين عندك، وممكن تعمله مضيء. تمام، والافضل يكون كاستم وانت اللي تعدل بنفسك، بحيث انت عارف الصورة بتاعتك محتاجة ايه. هنلغي دي وهنلغي الصورة دي. لو عندنا صورة زي كده هتلاقي الكيرف معاك شكله اتغير. طيب احنا ممكن نختار وضع غير الاكسباندد فيو، ممكن نختار وضع اللي هو الاول تشانل فيو، هيجيب لك كل لون من الوان الار جي بي زي الريد والجرين والبلو، ويقول لك نسبة الالوان فيها في الصورة قد ايه. تمام، هتلاقي ان هو فصل لك كل واحدة لوحدها، اما هنا جمع لك كله مع بعضه. تمام، لو جينا بقى فتحنا الليفلز هنلاقي المنظر ده. طبعا احنا ممكن نعدل على الار جي بي كلها طبعا بالاضاءة كاملة على الصورة، او مثلا لو عايزين نفتح الصورة او عايزين نغمق. تمام، بنتحكم في درجة الاضاءة. كمان مش بس كده، احنا نقدر نتحكم في درجات اضاءة الالوان التانية زي الار جي بي. لو جينا اخترنا مثلا الريد وبدأنا نغير، هنلاقي ان الكيرف هنا بس، هو الكيرفات اللي هنا بتتغير بس. تمام، تقدر تزود اللون الاحمر، تقدر تغمق. تمام، لو جينا مثلا اخترنا جرين وجينا هنا عند الهايلايت وحاولنا نزود، هنلاقي ان اللون الاخضر بيزيد معايا. اما لو جيت عند الدارك هنا واللون او اللون البلاك، هتلاقي ان اللون الاخضر بيقل. تمام، وعندنا بعد كده الكيرفز، نفس فكرة الليفلز، بس هنا بتكون واخدة شكل شبكة. وهنا طبعا عندنا هنا نقطة التغميق البلاك، وهنا نقطة التفتيح اللي هي الوايت. واحنا هنعمل هنا نقطة ونسميها مثلا الميد تون اللي هي دي الدرجة المتوسطة. تمام، وهنعمل هنا مثلا نقطة ونسميها الهايلايت، وهنعمل هنا نقطة ونسميها الشادو. ولو عايز ازود الهايلايت اللي هي درجة الاضاءة، بسحب كده الكيرف وبروح ناحية الشمال. تمام، وبظبط انا الكيرف بتاعي على حسب الاضاءة اللي انا محتاجها. تمام، عندنا هنا طبعا اقدر اعمل تباين. لو هنا دي راحت ناحية الشمال شوية، ودي اللي هي الدارك او الشادو راحت ناحية اليمين شوية، كده انا بعمل تباين للصورة في اماكن غامقة واماكن فاتحة. لو جيت تبص كده هتلاقي الصورة بقت واضحة اكتر. تمام، عندنا هنا الميد تونز، طبعا نقدر نقرب لاي كيرف سواء الهايلايت او الدارك. تمام، وطبعا الكيرفز بيكون لها تأثير قوي على تعديل الإضاءة في الصورة. طيب أنا لو جيت دوست هنا ألت، هتلاقي إن كنسل اتحولت من كنسل لريست. أنا أقدر أعيد اللي أنا كنت بعمله ده تاني، هدوس ريست يرجع لك للكيرف الأصلي للصورة. تمام، ما بين نقطتين البلاك والوايت. كمان أنا أقدر أرسم كيرف معين أنا عايز يكون عليه، يعني مثلا لو اخترت القلم الرصاص ده وجيت مثلا عملت كده، هتلاقي لما تيجي تبص على الكيرف هتلاقي الكيرف خد الرسمة اللي انت رسمتها. تمام، نرجع. كمان زي ما قلت ان احنا ممكن نحدد كده ونختار مثلا الميد تون من هنا، الميد تون من هنا وهنا الهايلايت.
كمان احنا نقدر نغير في النسب دي من الاوت بوت والانبوت. تمام، خليها مثلا 155، ودي مثلا انا عايزها 150، تبقى كده. زي برضو ما اتفقنا في الليفلز بيكون في ار جي بي، هنا برضو في ار جي بي تقدر تحدد كيرف معين للون معين. عندك مثلا الريد، لو اخترت الريد هتغير الكيرفز لالوان الريد اللي موجوده في الصوره. طب لو اخترنا الجرين اللي هو اللون الاخضر، نقدر نتحكم، ده الميد تون مثلا. تمام، وهنا الهايلايت، وهنا الدارك او الشادو. تمام، طبعا انا اقدر اظبطها اوتوماتيك، والفوتوشوب مديني ده في الكيرفز والليفلز. هدوس هنا مثلا اوتو، هلاقي ان هو ظبط لي الاضاءه بتاعه الصوره. عندنا بعد كده تحت 3 حاجات كده اشبه بالاي دروبر، بس وظيفتهم مختلفه خالص عن الاي دروبر. دول بتقدر تكتشف بيهم الاماكن الغامقه والاماكن المتوسطه والاماكن الفاتحه. عندك اول واحده دي مختصه بالاماكن الفاتحه، لو جيت تدوس كده هتلاقي ان الشكل بيتغير معاك طبعا لحد ما توصل لدرجه مثلا معينه انت عايزها. مثلا كده بتفضل تدوس على الاماكن الناصعه لحد ما تبقى متوسطه اضاءه زي كده، وتيجي مثلا هنا على الاماكن الغامقه بتفضل تختار لحد ما توصل لدرجه تغميق انت عايزها، مثلا الدرجه دي. تمام، وهتلاقي الكيرف واقف معاك لحد ما انت اخترت. تقدر برضو تعدل عليه من هنا لحد ما توصل لدرجه الاضاءه اللي انت محتاجها في اللون ده. تمام، عندنا بعد كده الاكسبوجر، وده بيؤدي وظيفه الكيرفز والليفلز بس بشكل مانيوال. بيكون عندنا اول حاجه الاكسبوجر، ودي درجه التعرض للون، او بمعنى اصح بتكون الهايلايت. تمام، لو رحت ناحيه اليمين هتلاقي ان الاضاءه بتزيد، لو رحت ناحيه الشمال هتلاقي الاضاءه بتقل. تمام، عندك بعد كده الاوفست، ده بتوازن الاكسبوجر. تمام، بيعمل لك شادو وانت بتوازن بيه، يعني بمعنى اصح اكنك فاتح كيرفز او الليفلز، وده الهايلايت، وده الشادو، وده الميد تونز اللي هي الجاما كوريكشن. تمام، تمام، بتظبط وتدوس اوكي. وممكن تختار من هنا في البريسيت مديها لك الفوتوشوب، ممكن تستخدم الماينس 1 بيعمل لك نقص في الاضاءه، تعمل ماينس 2 يعمل لك نقص. عندك بعد كده بلس 1 وبلس 2. تمام، بس الافضل طبعا بتختار الكاستم وتعدل انت. تمام، هنلاقي بعد كده عندنا الفايبرانس، هنشرح على صورة تانية. عندنا صورة مثلا زي كده ورحنا هنا اخترنا الفايبرانس. انا اقدر ارجع حيوية الصورة دي تاني واقدر اشبع اللون اللي فيها. طبعا الفايبرانس لو رحت ناحية اليمين هتلاقي ان هو بيرجع لك حيوية اللون تاني، تقدر تعرف اللون ده كان ايه زي كده. بص، طيب الساتوريشن بيشبع اللون، يعني لو اللون مثلا لبني هتلاقي اللبني بقى لون فاتح وظاهر وواضح اكتر من الاول، وهي دي فايدة الفايبرنس والساتوريشن. تعال نشوف الفرق. تمام، اكيد الفرق واضح جدا، وده ما يمنعش برضه لو عندي صورة فيها نسبة عالية من الساتوريشن او الفايبرنس ان انا اقللها من الفايبرنس والساتوريشن من هنا. لو تلاحظ كل ما بقلل الفايبرنس كل ما اللون بيقل وبيفقد حيويته، كل ما بقلل الساتوريشن اللون بيقل الاشباع بتاعه. تمام، نيجي نزود شوية. تمام،
عندنا بعد كده الهيو والساتوريشن، ودي اختصارها كنترول يو. من خلال الهيو والساتوريشن طبعا من الهيو تقدر تغير اي لون موجود عندك في الصورة. لو اشتغلنا على الماستر ده هيغير لك في الوان الصورة كلها. طبعا الهيو من هنا بتغير اللون، بيبدأ عندك من الشمال كده اللون الاحمر، بيوصل بالتدرج الاورنج لحد ما يوصل للاصفر، بعد كده الاخضر، بيمشي لحد السيان، بعد كده الازرق، بعد كده الماجنتا، بعد كده يرجع للاحمر تاني. هي دي الالوان اللي انت تقدر تغيرها في الصورة. طبعا احنا كده شغالين على الماستر اللي هي الصورة كلها. عندنا هنا الساتوريشن، طبعا اشباع اللون زي ما عرفنا، تقدر تغيره من هنا تاني. تمام. عندنا بعد كده اللايتنس، دي الاضاءة بس بتدرج من الاسود للابيض. يعني مثلا لو رحنا ناحية الشمال هتلاقي الصورة بتغمق جدا لحد اما تروح للاسود، ومن ناحية اليمين بالمثل تفضل تفتح لحد اما توصل للون الابيض. طيب انا كمان ممكن اختار لون معين قدامي في الصورة واغيره. عندنا مثلا اللون السيان اللي هو لون البحر والسماء، نقدر نغير من هنا كده. تمام. ونقدر نغير اشباع اللون ده بس، وهكذا برضو الاضاءة. تمام. لو جيت اخترت اليلو الاصفر، طبعا عندي الاحمر والاصفر والاخضر واللون السيان اللي هو اللون السماوي، والبلو اللي هو الازرق، والماجنتا اللي هو اللون البنفسجي. تمام. تقدر تختار اي لون وتعدل عليه. تمام. هنقفل الصورة دي. طيب احنا عندنا صورة مثلا زي دي، وعندنا هنا في الهيو مش موجود عندي اللون الاورنج، بس لازم انت تبقى عارف ان اللون الاورنج تدرج من تدرجات اللون الاحمر. يعني لو جبت اللون الاحمر كده وجيت تغير هتلاقي ان العربية بتتغير. اي نعم، هي مش بمعنى ان هو جاب لك كل تدرجات الاورنج، بس انت كمان تقدر تختار لون معين وتغيره. ازاي؟ عندنا هنا في الاداة دي تقدر تدوس على اي لون. لو دوست هنا مثلا كده هتلاقي ان هو راح عند تدرجات الاورنج، هيجيب لك اللون اللي انت عايز تغيره بالظبط. كمان تقدر تضيف لون تاني معاه. لو مثلا عايز تتأكد ان كل الوان العربية اتضافت تمام وخد كل التدرجات بتاعتها، يبقى هي دي الجزء اللي هو هيغير اللون بتاعه. تمام. تيجي تغير كده هتلاقي ان العربية بتتغير بتدرجاتها الاصلية. تمام. وبرضو انت تقدر تحدد جزء معين من اللون عندك في الصورة وتغيره من هنا. تمام. دي طبعا البريفيو، ده عشان انت عايز تشوف الفرق اللي انت عملته او التغيير اللي انت عملته. تمام. طيب انت لو جيت هنا عند مثلا جزء زي الارض او الحيطة، هتلاقي ان ملهاش لون معين تجيبه. مهما تغير هتلاقي ان اجزاء معينة بس هي اللي بتتغير. ليه؟ لان ده من تدرجات الجراي سكيل. طبعا لو عايز تغيره بتدوس هنا كلارايز، هتلاقي ان كل الصورة بتتغير. تمام. تمام. عندنا بعد كده الكالر بالانس، ودي اختصارها كنترول بي. من خلال الكالر بالانس انت تقدر تعمل توازن للالوان اللي موجوده عندك في الصوره. ودي بتتقسم 3 حتت. اول جزء عندك الهايلايت هنا ناحيه اليمين، والجزء اللي انت واقف عليه ده الميد تون اللي هو الدرجه المتوسطه. عندنا بعد كده هنا الشادو اللي هو درجه الظلام. انا اقدر اتحكم في الميد تون اللي هي الدرجه المتوسطه واغير لونها على اساس 6 الوان بس بتحرك ما بينهم، الاحمر والاخضر والازرق واللون السماوي واللون البنفسجي واللون الاصفر. لو جيت رحت ناحيه الاحمر كده في الميد تون، تمام، هتلاقي ان اللون بيميل للاحمر. لو جيت رحت للسماوي هتلاقي ان اللون بيتغير للسماوي. طبعا الالوان المتوسطه بس هي اللي بتتغير. لو جينا نحرك هنا هنلاقي ان اللون بيميل للاخضر، وهنا بيميل للبنفسجي، وهنا للازرق، وهنا بيميل للاصفر،
طبعا انت بتعمل توازن على حسب التصميم اللي انت عايزه. عندنا هنا طبعا الهايلايت، درجات الاضاءة العالية. هتلاقي ان انت بتغير درجات الاضاءة بالوان احمر او السيان او الاخضر او الماجنتا. طبعا وبالمثل في الشادو، لو انت عايز تغير زي ما انت شايف كده بيغير لك الاماكن الغامقة. تمام. عندنا بعد كده البلاك اند وايت. انا اقدر احول الصورة الابيض واسود، وكمان اقدر اتحكم في درجة كل لون موجود عندي. يعني عندي مثلا هنا الاحمر والاصفر والاخضر واللون السماوي واللون الازرق واللون البنفسجي. لو جيت مثلا هنا عند اللون الاحمر وسحبت المؤشر ناحية اليمين، هتلاقي ان اللون الاحمر بيخف لحد ما يوصل للون الابيض. لو جيت رحت ناحية الشمال هتلاقي ان اللون بيزيد، وبيزيد معاه درجة الاسود. تمام. هنا مثلا الاخضر بالمثل كل لون موجود. عندنا هنا بعد كده التاينت اللي هو اللون. اقدر اضيف لون على الصورة كلها، واقدر اغيره من هنا كمان، ازرق مثلا او اي درجة. تمام، وادوس اوكي. او اقدر اختاره من هنا من الهيو، نفس فكرة بالظبط الكلارايز. بس هنا الميزة الوحيدة الزيادة ان انا اقدر اضيف لون معين من الكالر بيكر. تمام. طبعا عندنا هنا التشانل ميكسر. هو نفس استخدام البلاك اند وايت، بس في اختلاف هنا. لما هنيجي نستخدم التشانل ميكسر بلاقي عندي 3 الوان اللي هما الار جي بي، اللي هي الالوان اللي موجوده في التشانل. طبعا لسه هنتعرف عن التشانل. الالوان دي طبعا انا لما باجي ادوس هنا مونوكروم بحول الصوره لابيض واسود، وبتحكم في درجه كل لون من الالوان دي. بس بشرط واحد، ان ما ينفعش النسبه الاجماليه للالوان دي تعدي ال100%. ولو جيت ازود عن ال100% هلاقي علامة تعجب ظهرت لي جنب الرقم. دي معناها ان انا لازم ارجع عشان اظبط النسبة. ممكن ازود اقلل في الجري مثلا. طبعا دي بتعمل لك ايه؟ دي بتضمن لك انك تطلع افضل تدرج للون الرصاصي عشان الصورة بتاعتك تبقى متناسقة. طيب انا هاجي هنا اخلي دي 30، وهاجي ازود هنا 2، وهاجي ازود هنا 1، بحيث تبقى 100%. تمام. وهي دي طريقة استخدام التشانل ميكسر. عندي هنا ممكن اختار من البريسيت وضع من اللي مديهوني الفوتوشوب. ممكن نختار البلاك اند وايت ويز بلو فلتر. تمام. هتلاقي ان اللون الازرق هو اللي مليان لوحده 100%. لو الجرين هتلاقي ان اللون الاخضر هو اللي مليان 100%. الاورنج هتلاقي هنا الريد 50 والجرين 50. هنا الاحمر هتلاقي 100%، وهكذا. وممكن طبعا كاستم زي ما احنا فهمنا ازاي بنعملها. عندنا هنا الكونتراست. ده طبعا ملوش دعوة بالنسبة بتاعت ال100%. انت تقدر تزود الكونتراست وتقلل الكونتراست. ولو رحت ناحية الشمال هيغمق لك لحد اللون الاسود، ولو رحت ناحية اليمين هيفتح لك الصورة لحد اللون الابيض. في بعد كده عندنا الفوتو فلتر. وده انا اقدر اضيف تأثير بلون معين على الصورة كلها. طبعا هنا عندنا اللون، وهنا الدنسيتي. ده الكثافة بتاعت اللون. لو زودت كده هتلاقي الكثافة بتزيد واللون بيزيد في الصورة. طيب تعال نختار لون تاني مثلا من هنا. طبعا اي لون تقدر تضيفه يبقى موجود على الصورة. تمام. وممكن تستخدم فلتر. دي مجموعة من التأثيرات الفوتوشوب مديها لك، تقدر تستخدمها. تمام. لكل لون موجود عندك. تمام. تمام. طيب احنا زي ما كنا بنضيف الفوتو فلتر على الصورة ويوحد لنا الصورة كده بلون واحد، احنا كمان نقدر نوحد الصورة بس بجريدينت عن طريق الجريدينت ماب. هندوس عليها كده
هنلاقي الصورة بالمنظر اللي قدامنا ده. طبعا لو عايز تعكس الالوان اللي موجودة قدامك، يعني كل لون عندك هنا موجود بتدرج فاتح، تحوله للتدرج الغامق عن طريق ريفيرس، هتلاقي الصورة بقت كده. وتقدر تختار جريدينت من اللي موجودة عندك، او تعدل انت على جريدينت معينة وتعمل الصورة بتأثير ضوئي معين. تمام. طبعا الديزر زي ما شرحناه قبل كده في الجريدينت، عندنا هنا color lookup. دي مجموعة من التأثيرات الفوتوشوب مديها لك، طبعا تقدر تستخدم اي واحدة منهم. تمام. كل دي تأثيرات موجودة عندك، تقدر تتنقل ما بينهم او تشوف اللي يناسبك وتختاره. عندنا بعد كده انفيرت، وانفيرت دي بنستخدمها لما بنيجي نعكس السلكشن، طبعا هنتعرف عليها لما نيجي نوصل لقائمة اللاير ان شاء الله الدرس الجاي. عندنا بعد كده البوسترايز، ودي بتدي للصورة شكل الرسم اليدوي، وبتوضح لك الاماكن اللي فيها ظل والاماكن اللي فيها اضاءة. تمام. ودي هنتعرف عليها ان شاء الله في طريقة رسم الفيكسل في الكورس الاحترافي. عندنا بعد كده تري شولد، والتري شولد ده تأثير بيدي للصورة لونين، الابيض والاسود، وبيديك عندك هنا الهيستوجرام، وانت بتتحرك وبتقلل الليفلز او بتكتر الليفلز. طيب هنوضحها على صورة تانية عشان يبان. صورة مثلا زي دي، نختار التري شولد. تمام. هو ده التأثير اللي بيضيفه لنا التري شولد. تمام. عندنا بعد كده السلكتيف كولر، وزي ما عرفنا ان احنا نقدر نغير الالوان عن طريق الهيو والساتوريشن، كمان نقدر نغير الالوان عن طريق السلكتيف كولر. ومعظم المصممين بتستخدم الهيو ساتوريشن ومش بتستخدم السلكتيف كولر، عشان مش عارفه السلكتيف كولر بنستخدمه ازاي. النهارده هتتعرف عليه وتتعرف ازاي تستخدمه، وبطريقه مبسطه وسهله. دلوقتي انا عندي هنا اول حاجه الكالرز، بيبقى عندي ان انا اغير اي لون من الالوان اللي موجوده عندي دي، سواء احمر او اصفر او اخضر او سيان او الى ما بعد. وبمجرد لما بختار اي لون من الالوان اللي موجوده عندي دي، سواء اصفر او اخضر او اي لون موجود عندي، بلاقي اربع حاجات ثابتين معايا ما بيتغيروش، هو اللون السماوي واللون البنفسجي واللون الاصفر واللون الاسود. طيب خلينا نبص للجزء اول ثلاث الوان اللي هو السيان والماجنتا واليلو، ان دول متعلقين بكثافة اللون. اما الجزء الاخير بتاع البلاك ده متعلق بتشبيع اللون. وكمان عشان اسهل عليك الموضوع قبل ما اشرحه، هفتح حاجة تانية علشان تعرف التدرج ده رايح منين وجاي فين. عندنا المثال ده، اول حاجه لازم تفهمها ان اللون السيان والماجنتا واليلو، اللي هو اللون السماوي واللون البنفسجي واللون الاصفر، محتلين الجزء اليمين من السلكتيف كولر. تمام، محتلين الجزء اليمين بس. اما الجزء الشمال ده اللي هو هنا، تمام، محتله الار جي بي، اللي هو اللون الاحمر والاخضر والازرق. يعني انا مثلا لو جيت اخترت لون هنا، موجود عندي اي لون من الالوان دي هلاقيه موجود عندي هنا في اي سلايدر من دول. طيب انا لو جيت اخترت اللون الاحمر، هلاقي الاحمر فين؟ هلاقي الاحمر عندي في الجزء الشمال من لون السيان. طيب ده معناه ان انا لو لقيت الاحمر عندي موجود في سلايدر معين وحركت السلايدر ده بس، ده معناه ان انا بحرك في كثافة اللون ده. يعني مثلا هنا الريد موجود عندي في اول سلايدر، لو جيت حركت كده ناحية الشمال هلاقي ان كثافة اللون بتزيد، لو رحت ناحية اليمين هلاقي ان كثافة اللون بتقل. تمام، نرجع. لو جيت لتاني حاجة الماجنتا وحركت كده السلايدر ناحية اليمين، هلاقي ان اللون بيتقلب لبنفسجي.
تمام. ولو جيت رحت ناحية الشمال هلاقي ان اللون اتقلب لاصفر لان دخل معاه اللون الاخضر. لو جينا بعد كده اليلو، لو رحت ناحية اليمين وضفت اصفر هتلاقي ان اللون الاحمر اتقلب لاورنج. لو جيت رحت ناحية الشمال هتلاقي اللون اتعكس معاكوا بقى ماجنتا لان اتضاف عليه اللون الازرق. تمام. يعني معنى كده ان انا ممكن اعمل مزج حتى ما بين الالوان وبعضها واطلع لون حتى لو مش موجود. انا اقدر اجرب كده واطلع لون معين انا عايزه. تمام. طبعا لو عايز ترجع باللي انت عملته ده كله، اول ما بتدوس الت بتلاقي ريست ظهرت بتدوس عليها. طيب لو جينا نختار لون تاني زي الجرين مثلا، اللون الاخضر موجود عندنا هنا في انهي سلايدر؟ في السلايدر التاني، لان احنا هنا اتفقنا ان الجزء الشمال ده اللي هو الار جي بي، يعني الجرين موجود في تاني سلايدر. لو جيت رحت ناحية الشمال كده هزود كثافة اللون، لو رحت ناحية اليمين هقلل كثافة اللون وهزوده تعتيم. طيب يعني السلايدر ده متعلق بكثافة اللون. طيب لو انا عايز اغير اللون الاخضر ولو ضفت عليه اللون الاحمر هتلاقيه ان هو جاب لك لون اصفر. تمام. عندنا مثلا الاصفر لو وديناه ناحية الازرق هتلاقيه عمل لك لون تركوازي كده. افهم من كده ان انا اقدر اختار اي لون موجود عندي في الصورة واحوله لاي لون تاني انا عايزه. طيب عندنا هنا البلاك ده مختص بتشبع اللون. تمام زي ما اتفقنا. لو جيت رحت ناحية الشمال هتلاقي ان التشبع بيقل، ناحية اليمين هتلاقي ان التشبع بيزيد. تمام. ده عشان واقف على الجرين اللون الاخضر. تمام. اقفل. عندنا بعد كده الشادو والهايلايتس. من خلال الشادو والهايلايتس اقدر اتحكم في الظل والضوء اللي موجود عندي في الصورة. يعني مثلا هنا في الشادو لو جيت رحت ناحية اليمين هلاقي ان الشادو بيقل. تمام. لو جيت تبص للصورة الاصلية. تمام. طبعا لو جيت رحت ناحية الشمال خالص هيرجع للاصل اللي هو الزيرو. طبعا وانت معاك الاماونت من هنا لحد 100. تمام. عندنا هنا الهايلايت، طبعا ده الضوء، انت تقدر تقلل الضوء. تمام. طبعا ممكن تختار من هنا مور اوبشنز وتشوف اعدادات بشكل ادق. عندنا هنا الاماونت بنختار طبعا العدد، وهنا التونال بعمل توازن كده بيه. عندنا الراديوس بقلل اللي انا عملته كله في الاتنين، وهكذا في الهايلايتس. عندي هنا ادجستمنتس، دي طبعا منها اقدر اظبط كده اللون بتاع الصورة. تمام زي ما انت شايف. لو قللت الكالر كوريكشن هلاقي ان اللون التباين بتاعه بيقل، اما كده التشبع بتاع اللون بيزيد. عندنا هنا الميد تون كونتراست، دي مختصة بتباين المناطق المتوسطة. تمام. تعمل لك كده ظهور للصورة اكتر. تمام. نقفل. عندنا بعد كده ال HDR تونينج، وتأثير ال HDR من اقوى التأثيرات اللي موجودة في العالم. وطبعا اختصار ال HDR هي هاي دايناميك رينج، وهي الصور عالية المدى. وطبعا هنتعرف على تأثير ال HDR وازاي نطبقه في الصور بتاعتنا من خلال الكورس الاحترافي ان شاء الله. والفوتوشوب هنا مدينا ان احنا نقدر نستخدم حاجة زي فلتر كده نعمل بيها ال HDR بشكل سريع. طبعا ومن خلال الحاجات دي انت بتظبط الاعدادات اللي انت عايزها في الافكت بتاعك. تمام. وانا افضل طبعا ان انت تعمل الافكت ده بنفسك،
لانه حاجه زي يدويه، ما ينفعش برنامج يعملها لك، او ما ينفعش حاجه تمنع لك الروتين بتاعها، لازم تعملها انت بنفسك. عندي بعد كده الفاريشنز، ومن خلالها اعرف اعمل تأثير معين على الصورة بتاعتي. بيظهر لي كده اول حاجة عندي الاوريجينال، دي الصورة الاصلية طبعا. دي الصورة اللي انا هعدل فيها دلوقتي وهيظهر فيها التعديلات اللي انا هعملها. اول حاجة بكون واقف مثلا عند الميد تونز، وعندي هنا ممكن اضيف مثلا لون اخضر. لو دوست كليك كده هقول له مور جرين، اديني لون اخضر. وممكن اجي هنا اقول له اديني لون اصفر، وهنا اديني لون احمر. ممكن ادوس على لون اكتر من مرة، يعني مثلا عايزه يديني ريد ريد ريد، بعد كده يديني لون ماجنتا ماجنتا. تمام. طبعا اول ما بدوس على الالت بتجيلي ريست، هنا اقدر ارجع تاني. طيب، عندي طبعا ده الميد تونز. عندي هنا على اليمين ممكن اضيف اضاءة، بدوس على اللايتر لايتر. هنا الداركر، اغمق. تمام. وطبعا ده المثال لو جيت تدوس عليه مش هيحصل اي حاجة، نفس المثال ده بيوريك بس التغييرات اللي انت بتعملها. وهنا برضو. تمام. طيب، لو رحت عند الشادو، طبعا هتلاقي لون متضاف كده، ده الشو كلايبنج. ده لو انا عايز ابين الاماكن العتمة قوي. وطبعا انا اقدر اضيف مثلا لون على الشادو بمجرد كده ما بضغط عليه. ونفس الموضوع في الهايلايت. تمام. ونفس الموضوع في الساتوريشن، ممكن تزود ساتوريشن وممكن تقلل ساتوريشن. تمام. وبتخلص وتدوس اوكي لما بتوصل للإفكت اللي انت عايزه. تمام، بيتطبق معاك. عندي بعد كده طبعا الدي ساتوريت، ودي بتقلب لي الصورة ابيض واسود، وكنا شرحناها قبل كده كتير. تمام. دي طبعا بتحول لك اللون ابيض واسود بنفس التدرجات بتاعت الصورة. تمام. عندي بعد كده الماتش كولر، ودي مختصة بمطابقة اللون. عندي اول حاجة فيها موجودة اللومينانس، ودي مختصة بالاضاءة. لو جيت رحت ناحية اليمين كده هلاقي الاضاءة بتزيد، وناحية الشمال الاضاءة بتقل. تمام. عندي بعد كده color intensity، ودي متعلقة بكثافة اللون. كل ما بزودها كل ما اللون بيزيد، كل ما اقللها كل ما اللون بيقل. تمام. عندنا حاجة هنا اسمها naturalize، ودي بتظبط لك اللون بتاع الصورة. تمام. وبتقدر تعمل فيد من هنا، تقلل. تمام. طبعا بتقلل الناتشرلايز، مش بتقلل اي حاجة من التانيين اللي موجودين فوق. عندنا هنا حاجة مهمة جدا اسمها image statistic، ودي انا اقدر اجيب صورة تانية والافكت اللي موجود فيها اقدر اطبقه على الصورة دي. هنشوف دلوقتي ازاي. لو جيت فتحت الصورة زي كده، ورحت عند الصورة اللي انا شغال عليها واخترت الماتش كولر، هاجي هنا هختار الصورة طبعا اللي انا فتحتها دلوقتي. هتلاقي ان هو ضاف لك التأثير اللي موجود عليها على نفس الصورة اللي عندك. تمام. وتقدر تشتغل عليها باللومينانس، وتشتغل وتكثف اللون براحتك وتشتغل عادي. تمام. واللي انت عملته ده كله طبعا تقدر تسيبه في مكان، وتقدر تعمل له لود من هنا فيما بعد. عندي بعد كده الريبليس كولر، وعن طريق الريبليس كولر اقدر ابدل اي لون موجود عندي بلون تاني، بمجرد بس ان انا بالاي دروبر كده بقف عليه، زي مثلا اللون اللبني ده. طبعا وممكن اضيف ان انا لو عايز ازود مكان تاني بالاي دروبر، بدوس مثلا هنا وهنا. نفس فكرة بالظبط الكالر رينج لسه هناخدها في السلكشن. هنا كالر رينج بحدد كده، وعايز اغير مثلا اللون اللبني ده لاي لون تاني. تمام. ممكن احدد من الاول مثلا على الجزء الاخضر.
وممكن اغير هنا في الهيو، تمام، والساتوريشن، الاشباع، وممكن ازود في الاضاءة كمان، تمام. وبمجرد ما بدوس الت بلاقي ريست ظهرت خلاص، دي قاعدة. والوضع اللي احنا مختارينه ده هو وضع السلكشن. ممكن تختار وضع الايمج، بس انا افضل لك ان انت تشتغل على السلكشن عشان يبقى باين الاجزاء اللي انت بتحددها، تمام. عندي اخر حاجة هنا في الادجستمنتس الايكوالايز، ودي من الاوامر المهمة اللي بتعيد توزيع الالوان على الصورة. يعني مثلا لو عندك صورة ساحبها سكانر، الالوان مش بتبقى مطابقة للحقيقة، لو انت استخدمت الايكوالايز هتلاقي الالوان بقت مطابقة للحقيقة والصورة اتعدلت، تمام. نرجع. عندي بعد كده في قائمة ايمج هلاقي اوتو تون واوتو كونتراست واوتو كولر. طبعا انا اقدر استخدم الحاجات اللي مديهاني الفوتوشوب ان انا اعدل اوتوماتيك على التناسق بتاع الالوان، تمام. ارجع، اقدر اعمل تباين للصورة بشكل اوتوماتيك، وممكن اعدل اللون بشكل برضو اوتوماتيك، تمام. ويفضل ان انت تعمل الكلام ده بنفسك احسن ما تستخدم الاوتو طبعا. عندي بعد كده الايمج سايز، طبعا كنا خدناها قبل كده ان احنا بنقدر نغير في مساحة الصورة سواء من طول او عرض او جودة، تمام. عندي بعد كده الكانفاس سايز، طبعا انا اقدر احط مقاس معين، مثلا لو بتعامل بالبكسل، وعندي هنا لو حطيت مثلا 4500 بكسل في 3000 بكسل، هلاقي ان هو كبر لي، عمل لي زي كروب كده، وساب لي الصوره بمكان الباك جراوند. طبعا انا كنت بحدد ده. لو رجعنا تاني كنترول زد للكانفاس وشلنا القفل من هنا ودوسنا اوكي، هنيجي هنا عند الكانفاس سايز هلاقي ان الباك جراوند اختفت، تمام. وبمجرد بس كده ما بحط رقم معين 4000 وهنا 3000 بكسل وادوس اوكي، هلاقي ان هو عمل لي زي كروب كده وكبر لي الصوره بالمساحه اللي انا عايزها، وساب لي الجزء الباقي من الصوره شفاف. هرجع كنترول زد، او خلينا زي ما احنا. لو جينا بعد كده عندنا هنا طبعا ده الايمج روتيشن، اقدر ادور الصوره بدرجه معينه سواء 180 درجه او 90 درجه زي ما خدناها قبل كده في الترانسفورم. عندي بعد كده هنا حاجه اسمها الترايم، وترايم دي انا عندي مثلا جزء اهو شفاف، تمام. لو دوست كده واخترت الترانسبيرنت بيكسل هلاقي ان هو هيحذف لي كل الاماكن الشفافه، تمام. كمان لو طبعا فاكر الكروب كنا بنحدد كده جزء معين ونقصه من هنا، بنكبر ونصغر، تمام. كمان اللي احنا بنعمله بالكروب ده نقدر نحدد جزء معين بأداة من أدوات السلكشن كده، تمام. وتيجي هنا عند قائمة الايمج وتختار كروب، هتلاقي ان هو قصلك الصورة بنفس السلكت اللي انت حددته. عندي بعد كده ريفيل اول، هنشرحها على الصورة دي. لو عندي اجزاء من الصورة هي موجودة، بس طبعا المفروض ان انا اعمل كروب واوسع كده لكل جزء من الصورة عشان اشوف الصورة كاملة داخل البروجكت بتاعي. طبعا انا مش مطالب ان انا اعمل كده خالص، ممكن عن طريق الريفيل اول هلاقي ان هو عمل لي كروب كده لنهايات كل الصور، وبقت كلها داخل المشروع بتاعي، مفيش مشروع خارج، تمام. لو هتلاحظ هنا هتلاقي كل صورة موجودة عندي في لاير. لو جيت وقفت على لاير واحد كده هنا ورحت عند قائمة ايمج واخترت ابلاي ايمج، انا اقدر ادمج زي ما انت شفت هنا كده باقي اللايرات في لاير واحد، تمام. وبقدر اختار كمان لو انا عايز اعمل له بلندنج مود معين او اوبستي معين، تمام. وادوس اوكي.
لو جيت تخفي الاتنين هتلاقي ان ده بقى موجود في لاير لوحده، ودمج لك كل اللايرات التانية في لاير واحد. تمام. الغي ده. هنقفل الصورة دي وهفتح الملف ده عشان هشرح الفاريبلز. ايه هي الفاريبلز؟ ممكن يكون عندي ملف زي ده كده، مثلا بكون بعمل نتيجة او ما شابه يعني، ويكون عندي هنا ليارات تاريخ وصورة، واكون انا مثلا محتاج ان انا اغير حاجات كتيرة او اكتر من صفحة، واغير فيها التاريخ واغير فيها الفوتوز. انا اقدر اعمل ده عن طريق التكست، سواء صدرته من برنامج الاكسل او من برنامج الوورد. هيكون عندي بالشكل ده. هفتح برنامج الاكسل، عندي هنا الفوتو. هكتب اول حاجة عندي الفوتو. طبعا هحط اسم الصورة في نفس الملف وهحطها بنفس الاسم. تمام. وهكتب هنا دوت جي بي جي. تمام. وهحط الديت وهحط التاريخ اللي انا عايز اغيره. ده طبعا تاريخ 26/10/1993، وهنا 21/8/2016. تمام. اول حاجة هعملها هروح عند الفاريبلز وهدوس ديفاين، وهبدأ هنا بقى احط الاعدادات بتاعتي. اول حاجة عندي هنا اللاير ده، اللاير اللي انا واقف عليه ده اللي هو الفوتو. هنا بختار البيكسل ريبليسمنت. طبعا هنا الاسم اللي هحطه هيكون موجود عندي في الاكسل. يعني انا مثلا هنا لو كتبت فوتو، ويستحسن طبعا يكون اسم فولد، كل اسم فولدر بالاسم بتاعه. يعني هنا فوتو تكون هنا كاتب فوتو، بحيث لما تيجي تفتح الاكسل تكتب فوتو تبقى عارف انت بتغير في انهي لاير. تمام. انا هستبدل ده باسم فوتو. طبعا لو عايز تحدد صورة معينة تستبدلها بيها، بتحط هنا في الفيزيبيليتي بتحط اسم الصورة. تمام. لما يجي يغير مثلا الفوتو للصورة دي ما يغيرش الا للصورة اللي انت هتحطها هنا. طبعا انت ممكن تكون عايز تحط اكتر من صورة، فبتسيب هنا الفيزيبيليتي مقفول. عندنا بعد كده هنا الميثود، ودي طريقة عرض الصورة. عايزها فيت ولا فيل. طبعا هنتعرف على الشكل ده اول ما نفتح دلوقتي الملف ونجرب الفاريبلز. هنيجي بعد كده نختار اللاير التاني اللي هو ديت التاريخ. طبعا هكتب هنا تكست ريبليسمنت وهكتب ديت. تمام. وهاجي هنا هدوس اوكي. تمام. لو جيت رحت ايمج واخترت فريبلز ورحت عند داتا سيتس، هيظهر لي اللي انت شفته ده. طبعا تقدر ترجع للديفاين من هنا، وتقدر تروح الداتا سيتس من هنا تتنقل ما بينهم. ولما تكون شغال على برنامج الاكسل طبعا هتحفظه بصيغة تكست. تمام. وتحطه في الملف اللي موجود فيه الصور اللي انت مختارها. وهتيجي من هنا هتدوس امبورت. تمام. وتختار الملف بتاعك وتدوس اوكي. طبعا هنا لو انت عايز تدخل اسامي الديتس، طبعا انت بتدوس هنا يس وبتدوس هنا ريبليس اكستنج داتا سيتس. اول ما بيغير الاعدادات في الداتا سيتس، وتدوس اوكي. هتلاقي نزل لك بالشكل ده. طبعا لو جيت تروح عند الفوتو، هي دي الفوتو، لما تيجي تروح عند الديت هتلاقيها موجودة هنا. طيب انا عشان اخلي الفوتو بشكل تاني بروح عند الديفاين. تمام. وبختار هنا من الميثود ممكن اختار confirm، بتبقى داخل الصورة. لو جيت تروح عند الداتا سيتس هتلاقيها داخل الصورة. تمام. ممكن اختار as اسم، ودي ممكن اعمل كليبنج داخل المربع ده وادوس هنا يس. لو جيت ارجع عند الداتا سيتس هلاقي الصورة بالشكل ده، وهتلاقي هنا التاريخ معاك اتغير زي ما محطوط هنا في الفاليو. طبعا تقدر تغير عن طريق الفاليو لو انت عايز تحط مثلا تاريخ تاني 2017. تمام. وتدوس ابلاي. تمام. طبعا ابلاي بتحفظ كل التغييرات اللي انت عملتها. عايز طبعا لو انت عندك اكتر من داتا سيتس تقدر تتنقل ما بينهم هنا. تمام. طيب هدوس اوكي.
طبعا الداتا سيتس اللي انت غيرتها دي تقدر تعمل لها اكسبورت من قائمة فايل اكسبورت داتا سيتس as فايلز، وبتحول كل ملف في الصورة باسم وبتخرجه. تمام. طبعا هختار فايل الفريبلز، وطبعا انا عايز احوله هنا لبي اس دي، وادوس اوكي. وعندي بعد كده الابلاي داتا سيتس. طبعا لو انا عايز اطبق اللي انا عملته ده على اي صورة، طبعا انا هرجع تاني وهدوس هنا ابلاي داتا سيتس. طبعا هختار وادوس اوكي، هتلاقي انها اتغيرت معاك بالشكل ده كده على طول اوتوماتيك. تمام. وكده نكون انتهينا من الداتا سيتس والفريبلز، وفهمنا ايه معناهم وبنستخدمهم ازاي. عندنا بعد كده اخر حاجة التراب. طيب التراب دي فايدتها ايه؟ بتصحح لك اختلال الالوان الصلبة، وما بتشتغلش غير على الصيغة CMYK. طيب انا هلغي الصورة دي هعمل لاير. تمام. هختار اللون اللبني وعاملاه، وهختار المود CMYK دونت ميرج. اوكي. وهاجي هنا هعمل لاير تحتيه عشان يبان بس الفرق اللي انا هعمله. طبعا لو جيت هنا عند التراب هتلاقيها ظهرت، لانها مش بتظهر غير مع مود CMYK. لو دوست تراب طبعا هيعمل لك اول حاجه فلوتن لللايرز، هيدمج لك اللايرات في بعض، هتدوس اوكي. هنا بقى بيقول لك التراب، عايز التراب عرضه قد ايه؟ ايه هو التراب اصلا؟ انا دلوقتي مثلا عندي مربع زي ده، الحواف بتاعته كلها حاده وعريضه والالوان فيها صلبه. طيب ده ممكن يعمل لي ازعاج وانا بطبع، او مثلا لو في تصميم معين هيعمل لي ازعاج. اقدر ان انا ازود التراب. التراب ده بيعمل تداخل ما بين الالوان وبعضها، وبيصحح لي الالوان الصلبه. هنشوف دلوقتي. انا لما هعمل تراب طبعا انا هزود الوايت بس في اول مره عشان يبان اللي انا هعمله والاختلاف اللي انا هعمله. هخليه مثلا 4. طبعا هختار هنا الوحده بالبكسل ولا البوينت، هختاره بالبكسل وادوس اوكي. لو جيت عملت زوم هتلاقي فيه لون اتضاف ورا اللون الالوان طبعا الصلبه او الحاده. لو جيت ترجع كنترول زد هتلاقي كده. تمام. هتلاقي ان هو هنا على اللبني ضاف درجه اغمق منه، وهنا على اللون الماجنتا ضاف طبقه غامقه عليها برضو عشان يعمل تداخل في الاجزاء بتاعتها. لو عايز تشوف الفرق ده على صورة عادية فوتوغرافية، هنختار المود CMYK عشان يظهر التراب وندوس اوكي، وهاجي اختار تراب. تمام. طبعا انا هخليه اول مرة 4، بس المفروض الطبيعي يكون العرض 1 عشان ما يكونش شكله ظاهر قوي. هنيجي هنا نبص هنلاقي ان هنا بعد البرج او ورا البرج هتلاقي ان في طبقة كده اتضافت بتدرج من نفس اللون بس اغمق شوية. تمام. نرجع. وبكده نكون انتهينا من الدرس رقم 15 من كورس الأساسيات. كان معكم محمد صابر ارتست، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.